السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معانا في فيديو جديد، وهنعمل النهاردة بقى حبة بصارة. بقى ايه؟ ولا بقى اكلة اخر الشهر ولا اول الشهر، دي بقى ايه؟ اكلة مشهور بيها المصريين، بناكلها في اي وقت، صيف شتاء. معانا فلوس معناش فلوس، الدنيا ملطشة زي الفل. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف عملنا البصارة الجامدة دي ازاي. سمينا الله. وده نص كيلو فول مدشوش مغسول كويس جدا جدا من النشا، وحطيته في ميه عاديه خالص من الحنفيه، ونزلت عليه بمعلقه شاي كمون ونص معلقه كزبره، ونزلت عليه كده ايه بمعلقه حلوه معمره من بتاعه الشاي. توم مهروس، وممكن تحطي فصوص توم. طبعا اهلنا ما كانوش بيحطوا التوم ده، بس احنا بنحطوه عشان يعزز النكهه. حاجه كده ايه، تبقى تاكليها كده ما شاء الله، تبقى متكلفه. خليت بقى الفول يغلي على النار، وبعد كده رحت جايبه ايه، بصلتين كده صغنطتين او ورمه، او تجيبي ايه اي بصل متوفره عندك، وسبته ايه يتسلق على النار. هنا بقى بحضر البصل اللي هو الورد، اللي هو زي بتاع الكشري كده. جبت البصلايه، طبعا يفضل البصل اللي هتزيني بيه يكون بصل ابيض لو متاح عندك. هتجيبي البصلايه وتقشريها وتقسميها بالطول، وتبتدي تشيلي الراس اللي تحت، وتبتدي تقطعي البصلايه بالطول، بحيث ان تبقى زي ما وريت لحضرتك، تبقى الشرايح باينه. الشرايح اهي بالطول مش بالعرض، دي عرض نص، ده كده الطول بتاع نص البصلايه. بصي هنا جبت الحله بتاعتي، بحاول ان انا ايه، جبت السباتشولا، وبحاول انضف جناب كده الحله من الفول، لان في جزء استوى وفي جزء لسه. طبعا برضو ده اختياري، انا بحب اللون الخضره بتاعنا يبقى هادي، وبحس ان هو بحبه ان هو يكون مستوي، مش بحب احطه في الاخر. انت لو بتحبي خضرها فاقع حطيه وطفي الغاز بتاعك. انا حطيت حزمه بقدونس، وحزمه كزبره لو كبيره كده حلوه ومعمره، ولو لو خضره الشتاء يعني. لو خضرة الصيف بتبقى الحزم عندنا صغيرة جدا، فاستخدمت حزمتين بقدونس وحزمتين كزبرة. ومش بنستخدم الشبت لأنه بيمرر الأكل. تمام. هنا بقى حطيت الزيت على النار بتاع البصل، وسبت الفول البصارة يستوي كده، بياخد ويدي مع نفسه. نسيت اقولك ان البصل ده، انا طبعا الصينيه الموف دي اللي جيت اقطع عليها البصل الاول، خدت كده كبشه ايد كده حلوه نشا، وفرشتها في الصينيه، وبدات ان انا اقطع البصل شرايح، زي ما قلت لحضرتك بتقطع البصليه بالطول، وبتاخديها برضو بتقطعي الشرايح بتاعتها برضو بالطول، بحيث ان الحلقات تتفكك من بعضها بعد ما بتشيلي الراس بتاعتها، علشان تطلع معاكي فصوص كده البصلايه. تمام. هنا بوريكم ان الفول البصاره اهو لسه بيستوي على النار. خلاص انا هنا طفيت الغاز عليه، وسبت بقى ايه، وقعدت كده اقرمش شويه في البصل، احمص فيه بقى بالمصفايه اللي معايا دي، واخليه ايه ياخد ويدي كده مع نفسه بشكل ودي كده لحد لما يتحمص ويقرمش معانا، ويفضل لونه برضو فاتح. هنا برضو الكاميرا برضو ظلمه البصل، لان البصل بيبقى طالع افتح من كده. تمام. خلاص هنا انا ايه حمرت البصل، وهسيبه بقى بفضل الله بفضل الله بالطريقه دي. طبعا انا استخدمت طريقه الدقيق، برضو طريقه حلوه مش وحشه، بس البصل لما بتعمليه بالنشا بتبقى طريقته بتبقى فوق الممتاز. طبعا احنا فاتحين محل كشري، فالبصل بيفضل مقرمش لتاني يوم، لو البصل اللي بات لتالت يوم بيفضل مقرمش زي ما هو، وتحدي يعني مع اي حد. ما علينا. هنا فول البصارة بتاعنا استوى بالخضرة بكل حاجة فيه، وريحته بقى كانت جايبة آخر الشارع. ده أنا بطبخ في الشارع بقى يعتبر يعني، الريحة كانت فظيعة. المهم لما الفول البصارة استوى معانا، خدته في الخلاط. لو عندك هاند بلندر تقدري تضربيه وهو سخن عادي قوي، وهيبقى معاكي زي الفل، بس برضو صفيه لمنع ايه وجود اي تكتلات، اي حاجة مش لطيفة. ماشي. بصي هنا نازل كريم ازاي اهو. خلصناه، بصفيه بقى كده جزء جزء، وبعدين ايه هسيبه تاني يغلي تاني على النار. هنا بقى بصي حطيت على ايه نار هاديه كده، وسبته ان هو ايه هياخد له غلوتين، لان انا اصلا طافيه عليه الغاز، وهو السماكه بتاعته كويسه.
الخطوه دي بقى اختياري، انت عايزه تاخدي نص البصل اللي احنا عملناه الورد ده اللي بيتحط على وش البصاره، عايزه تاخدي نصه وتحطيه في البصاره وتقلبي، قشطه قوي، مش هيقولك لا. بس انا كرشه انا بحب الطريقه دي، بتحسي ان طعم البصاره خدنا النكهه بتاعت زمان وخدنا الجرنش بتاع دلوقتي. ماشي. خدت بقى بصلايه قطعتها حلو كده على ايدي، شوحتها في حته زبده حلوه تستاهل بقكم، وسبت برضو البصاره هنا عندي ايه، تغلي وتاخد وتدي كده مع نفسها شويه عشان ايه، تضيق حبه. والبصله هنا وانا بشوحها كده عايزه ايه، اخليها تبقى دبلانه. هنا بظبط الملح بتاعي بحطه في البصاره، اخليها تدبل كده شويه، واروح جايبه معلقه توم. شايفين التوم بتاعي ابيض وزي الفل ازاي؟ ده انا مفرزاه من شهرين كده، وبرده كنت مفرزه قبله كان برده ابيض وزي الفل. ان شاء الله باذنك يا رب هنزل لكم بطريقه تفريز التوم. خدت بقى معلقه توم كده حلوه متعمره وحطيتها فين، على البصلايه. بعد ما البصلايه دبلت حمرتها كده، مش حمرتها، خليت بس التوم يسخن كده مع الزبده وريحته كده بدأت تطلع. نزلت عليه بمعلقتين كمون من بتاعه الشاي دي، ومعلقه كزبره، حاجه كده ايه يعني، عارفه، ربع تحميصه. الريحه طلعت ورحت نازله فيها دي بقى في البصاره من جوه، تغلي من جوه ويبقى طعم البصل يبقى هو طعمها ما شاء الله، فيها من جوه بصل وتوم وكزبره وكمون. بقت حاجه كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، تاكلي منها ما تقوليش لا. هنا بعد ما خلصت بقى ولقيتها ايه، خلاص خليتها تهدى كده 5 دقايق، بدأت ان انا اغرفها في اطباق. هي البصارة اصلا اصولها ان هي تتاكل هادية شوية او باردة كمان. ماشي. هنا بقى قبل ما تحطي البصل لازم تتأكدي، لو خدتي بالك ان البصارة عندي في الطبق الكبير هنا مشققة، سبتها تقعد 10 دقايق تهدى علشان لما ارش عليها البصل ما يغصش جواها، لا يفضل فوق الوش. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.